مساء الخير على متابعينا حلقة جديدة من برنامجكم أنا والناس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كتير قوي من الشارع المصري. موضوع قفل المحلات الساعة 9 بعد ما كنا شغالين 24 ساعة. لقينا بقى كل الناس تقفل بقرار من الدولة الساعة 9. ناس كتير اتضايقت بسبب الموضوع ده، وفي ناس كتير شايفة إن هو قرار صح 100% وموضوع منظم. تعالوا نعرف أصل الحكاية بعد الفاصل. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. لقينا بعد ما كنا شغالين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بقت الناس تقفل المحلات الساعة 9. ده قرار عملته الدولة والحكومة بسبب 4 حاجات: عشان ترشد استهلاك الكهرباء، تقلل الزحمة، تخف الحمل عن الناس، وكمان عشان يحس بالأمان. الموضوع دوّة مريّح ناس كتير أوي، وفي ناس كتير زعلانة ومتضايقة منّه. هو في وجهتين نظر، في ناس شايفة إن كده بقى أمان، وإن إحنا كده بنحس بالهدوء، وإن إحنا ما بقاش في زحمة زي الأول، وفي ناس تانية بتقول أنا شغلي بالليل، أنا كده باخسر. أنا من وجهة نظري كراجل إعلامي إن خير الأمور الوسط، في توازن في كل حاجة. يعني هل كل مناطق غير الأنشطة بتاعتها؟ يعني المناطق اللي هي الحيوية غير المناطق الهادية، الأنشطة اللي فيها محلات غير الأنشطة اللي فيها مطاعم وكافيهات. أنتم من وجهة نظركم إن فعلًا الموضوع ده محتاج إنه يتعدل والّا لأ، محتاج إن هو كده الموضوع ده كويس؟ وربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا. صدق الله العظيم. يعني ربنا بيقول في كتابه العزيز إن جعلنا الليل راحة للناس وترتاح فيه، والنهار للتعب والشقة. أنتم بقى اكتبوا لي في التعليقات والكومنتات مع القرار ده والّا محتاجين إعادة نظر في الموضوع دوّة. كده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والناس على قناة قلب الحدث مع حسام حسن. سلام. جريدة قلب الحدث، صوت الناس وقلب الحقيقة.